في ذنوب انا مسميها الذنوب الحلوه. الناس بتعمل لها مشاكل وما بتاخدش بالها انها كبيره وممكن تعطل حياتها، الا وهي الغيبه والنميمه. الموضوع ده بيعطل حياه ناس كتير قوي في الارض في الحياه، واحنا للاسف بنعدي عليهم مرور الكرام كده. وما لقيتش وصف من ربنا في القران اصعب من وصف اللي بيعمل كده. ربنا في القران قال لك ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. تخيل ربنا يقول لك ايه تاني؟ يقول لك تحب ان انت تجيب لحم اخوك تاكله وهو ميت؟ ده عشان يكرهك في الموضوع. ومع ذلك احنا لما بنيجي في اي عيلة، في اي اتنين صحاب، في اي حاجة، تلاقي اما بنجيب سيرة اللي مش موجود تحس انك مبسوط، وبعد ما تخلص تحس ان انت ايه، الدماغ اتكيفت كده. للاسف الانبساط ده هو جاي من الشيطان، بيحسسك انك مبسوط قوي فبتعمله كتير. هل الغيبة والنميمة بتعطل في الحياة؟ بتعطل كتير جدا. بتعطل، واحيانا بتوصل الموضوع ان انت يجيلك توتر من كتر ما انت عندك توتر فتعمل غيبة ونميمة فيصيبك بامراض. فممكن الغيبة والنميمة تصيب امراض، ممكن الغيبة والنميمة تصيب امراض. بس يا عم ابراهيم.